انا حاسه ان مفيش امل فيا وكل يوم بثبت لنفسي كده. طب لعل انت نجحتي في حاجه، نجحتي اهو ان انت تثبتي لنفسك ان مفيش الامل. في 8 مليار بني ادم عندهم امل وعندهم فرصه ان هم يعيشوا في نفس الدنيا اللي الناس فيها. بعضهم بيعرف ينجح وبعضهم لا، بيبقى زي كده هو بيثبت لنفسه ان هو مفيش امل فيه، على اساس ان هو عيب خلقي، ان هو جيناتك مش انسانيه، انت مخلطه، مش بني ادم بيور. فاليأس اسهل من النجاح، انما الاتنين متعبين. يعني ده بقى المفارقه في الموضوع. وعايز اقول لك ان اليأس تعبه مستمر اكتر من تعب الاجتهاد للنجاح، لانه الاجتهاد للنجاح مهما يعني لو ما عندكيش اي يعني نسبة من الذكاء او ما عندكش اي نسبة من الذكاء، الاجتهاد في حد ذاته بيجيب نتيجة، بيوصل لحاجة. اليأس بيثبت مرحلة الألم. فاليأس مؤلم اكتر من النجاح، انما النجاح في اوله مرهق اكتر، في تحدي كتير. فاحنا للاسف بنحاول انه يعني الواحد يطبطب على نفسه كده اهو، يقول له يعني طبطب على نفسه، يقول معلش معلش انت بس مفيش امل فيك، مش انه ان انت محتاج تتعلم اكتر، مش ان انت عندك جهل ودي طبيعه فيك كانسان، ان انت جاهل ما عندكش اي معلومات فبتحتاج تتعلم كل حاجه، وان التعليم دوت مرهق، وان المنافسه في بسبب ان الناس كتيره وبتحاول تتعلم و فبالتالي في منافسه، فبالتالي الموضوع محتاج صبر ووقت اطول من الاجتهاد ومن التعليم ومن الممارسه. فبالتالي الموضوع مؤلم، بس انت مش قادر تستحمل الالم ده، الم النمو اللي يخليك توصل لحاجه ويخليك توصل لحاجه. فبالتالي طبطب على نفسك وتقول لا، ابعد عن الالم بتاع النمو، خليك في الم الياس. الله، طب ما الاثنين مؤلمين. طب ما الم بالم، ما تخليك في الالم اللي ممكن يجيب نتيجه. بس الم الياس اريح وابسط دلوقتي، بس هو عامل زي النزيف، نهايته موتك ونهايته ندمك اللي بعد 3 4 سنين او 5 سنين. كل شويه كل ما العمر يعدي تفضل تقول يا ريتني ما كنت صدقت نفسي، يا ريتني ما كنت احبطت نفسي. وبعدين هتنسى اصلا انت كنت السبب في احباط نفسك، وهتثبت لنفسك انك انت مفيش فيك الامل بعد سنين من اليأس، علشان انت عمال بتحبط نفسك، مش علشان الدنيا محبطه. انت اللي بتحبط نفسك بدل ما بتشجعها. جرب العكس، جربي تشجعي نفسك، جرب تشجع نفسك، ما تقول كده يا عم كويس، انت خسران حاجه؟ ما تفترض يا عم ان بكره احسن، هو انت عارف بكره في ايه؟ شجع نفسك.